السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم تفسيرات رؤية حلم العنكبوت في المنام إن العنكبوت في منام الرجل بيدل على امرأة مخادعة أو زوجة ناشز، وحلم العنكبوت قد يرمز لظهور العداوات فجأة ومن حيث لا يعتقد صاحب الرؤية. أما إذا رأى الرجل المتزوج عنكبوت بتنسج بيتها في المنام فهي امرأة لا تؤتمن. بيضيف كمان ابن سيرين إن العنكبوت في الحلم بيدل على الرجل الضعيف، والخوف من العنكبوت في المنام بيدل على الأمن من الضرر. تفسير الهروب من العنكبوت في المنام للرجل بيدل على الهروب من الفقر أو الضعف. من رأى أنه يهرب من عنكبوت كبير في المنام فهو ينجو من أزمة مالية أو من ضرر في عمله. مطاردة العنكبوت للرجل في المنام بيدل على عدو ضعيف يطارده ويتربص به. أما الخوف من العنكبوت في منام المرأة المتزوجة بيدل على مواجهة مواقف صعبة تتعلق بالمال أو العلاقة الزوجية. أما الهروب من العنكبوت في منام المرأة المتزوجة بيدل على الخلاص من شيء تخافه أو الخروج من الفقر. أما إذا رأت المرأة المتزوجة إنها تهرب من عنكبوت أسود في المنام فهي بتنجو من إشاعة قبيحة. أما الهروب من عنكبوت أصفر للمتزوجة بيدل على الشفاء من المرض أو النجاة من حسد. الخوف من العنكبوت في المنام للعزباء يدل على ضرورة الحذر من شخص لا تعرفه معرفة كافية. رؤية الهروب من العنكبوت للعزباء بتدل على النجاة من شر صديقات سيئات. حلم النجاة من العنكبوت الكبير للعزباء بيرمز للنجاة من كيد شخص صاحب سلطة لكنه دنيء بطبعه. أما قتل العنكبوت في الحلم آمن للرائي من شر خصومه، ومر أنه يقتل عنكبوت في الحلم دل ذلك على انتهاء أزماته المالية أو مشاكله العائلية. قتل العنكبوت في المنام من الرموز المبشرة التي تدل على زوال الهم وابتعاد الخصوم وصد الضرر. أما قرصة العنكبوت في المنام بترمز للتعرض للخديعة على حين غفلة من شخص منافق. ورؤية لدغة العنكبوت كانت تدل على الطعن بالكلام. أما حلم قرصة العنكبوت السام بيدل على الفتنة بين الأهل والأصحاب. ومن رأى العنكبوت السام تم قرصه ومات فهو بيتبع فتنة تفكره وبتسيء له. كلا حلم قرصة العنكبوت بتدل على أزمة بسبب امرأة. أما حلم لدغة العنكبوت في الوجه بتدل على تغيير الحال أسوأ. من رأى العنكبوت يقرصه في وجهه في المنام بيتعرض لضرر بسمعته وكلام قبيح بيقال عنه. أما قرصة العنكبوت بالعين في المنام بترمز لاتباع الشهوة التي تسبب الفقر أو الشجار. أما قرصة العنكبوت بالأذن بتدل على سماع النميمة من شخص ماكر بيحرض الرائع على أهله وأصحابه. من رأى العنكبوت يقرصه في رجله اليمنى في المنام فهو مقصر في العبادة وبيتبع دنياه. أما قرصة العنكبوت بالقدم اليسرى بتدل على ضرر في العمل وأسباب المعيشة. أما رؤية العنكبوت يقرصك بفخدك بيدل على خلافات مع الأقارب بسبب شخص دنيء. أما لدغة العنكبوت بكعب الرجل في المنام بتدل على تعطل السفر أو العمل. لدغة العنكبوت بالمنام في اليد بتدل على الفقر والافتقار. قرصة العنكبوت في الظهر بالمنام بترمز لطعنة بالكلام وإطلاق الشائعات باطلة أو خلاف مع شخص عزيز. كذلك بتدل لدغة العنكبوت في البطن على الطعن بالكلام من المقربين، والله تعالى أعلى وأعلم. أما خروج العنكبوت من الجسد في المنام بيدل على مرض لكنه يشفى منه. بيدل كمان خروج العنكبوت من الفم في الحلم على قول كلام بغير حساب بيكون فيه ضرر لصاحب الحلم أو للناس. أما حلم خروج العنكبوت من الدبر أو المؤخرة بيدل على إنفاق مال لإضرار الغير. أما خروج العنكبوت مع البول في الحلم بيدل على ظهور أعداء من أهل الرائي أو أولاده. حلم دخول العنكبوت بالفم في المنام بيدل على ابتلاع الإهانة أو التعرض لضرر دون القدرة على ردها. من رأى عنكبوت أصفر بيدل يدخل فمه في المنام فهو بيدل على مرض أو حسد. أما أكل العنكبوت في الحلم بيدل على أكل مال بمكر وخداع. رؤية العنكبوت بالسياف في المنام بتدل على عدو بيريد فتح الرائي أو كشف ستره. حلم العنكبوت يمشي تحت الملابس قد يرمز لعداوة بغيضة ومزعجة من شخص متطفل. أما إبعاد العنكبوت عن الملابس في الحلم بيرمز لصون السمعة والتخلص من المغرضين، والله تعالى أعلى وأعلم. خيوط العنكبوت في المنام بتدل على البطالة والفقر. رؤية خطوط العنكبوت على الجدران في الحلم بترمز للضيق في المال والرزق.
من رأى أنه يزيل خيوط العنكبوت في الحلم فهو بيخرج من أزمة أو ضائقة مالية. بتدل إزالة شباك العنكبوت في الحلم على تغيير الحال إلى الأفضل. رؤية الإمساك بخيوط العنكبوت باليد في المنام بترمز للتمكن من العدو الضعيف والتخلص من أذاه. وتنظيف خيوط العنكبوت بالمكنسة في المنام بيرمز لتحصيل حقوق مالية عالقة. من رأى أنه ينظف شباك العناكب بالماء فهو يجد حلولا جديدة للمشاكل العائلية أو المالية. رؤية الوقوع في شبكة عنكبوت في الحلم بتدل على العجز بسبب الفقر أو الخصومة. من رأى خيوط العنكبوت ملفوفة حوله في المنام فهو بيعاني من كيد امرأة لا يستطيع تركها. والنجاة من خيوط العنكبوت في الحلم بترمز للخروج من محنة أو التحرر من المشاكل المالية أو العائلية. أما خيوط العنكبوت في منام المرأة المتزوجة بتدل على الخلافات مع زوجها. أما إظهارات المرأة المتزوجة أنها تزيل خيوط العنكبوت فهي بتبحث عن الحلول وتجدها. وحلم إزالة أو تنظيف الخيوط العنكبوت للمتزوجة بشارة خير لها بنهاية قلقها أو ضيق حالها. حلم خيوط العنكبوت للبنت العزباء قد يدل على وعود وهمية لا يعتمد عليها أبدا. أما الإمساك بخيوط العنكبوت للعزباء بيرمز للاعتماد على سند ضعيف. أما إزالات الفتاة الغير متزوجة خيوط العنكبوت على جسدها في المنام فقد يتأخر زواجها بسبب السحر. وإزالة خيوط العنكبوت للعزباء بتدل على زواج قريب. وهدم بيت العنكبوت في المنام بيدل على كشف عدو منافق والتخلص من شروره. بنقول إن هدم بيوت العنكبوت في الحلم من الرموز المبشرة بالخير التي تدل على انتهاء مرحلة صعبة في حياة صاحب الرؤية. وفي حال إنه يهدم بيت العنكبوت في المنام وينظف مكانه فهي بداية جديدة ومباركة. هدم بيت العنكبوت في منام الرجل بيدل على استعادة حقوقه من أعدائه أو كشف ما كان يسبب له الضرر. حلم هدم بيت العنكبوت للمتزوجة والعزباء بيدل على التخلص من السحر أو الحسد. أما إزالة بيت العنكبوت في الحلم للشاب الأعزب رزق قريب أو زواج. والله تعالى أعلى وأعلم. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.